الخطأ اللي درته ولدي في حياتي هو أن بنتي عطيتها لهذوك الناس. هذاك هو الخطأ الكبير اللي درت في حياتي. ما تخرجش للإعلان، ما تضربش في عرضي، ما تضربش في راسي، ما تجبدش هذاك الراجل. تخلي القضاء غادي، المسطرة غادية تخليه. يعني ما تسامحيش معاه؟ ما نسامحش معاه. نسامح معاه. أنا شهرتني، أنا خلاتني في المناظر الإعلامية، كلشي تيهضر فيا، كلشي تيسبني، كلشي تيطعن في شرفي، كلشي تيهضر في ولادي، كلشي تيهضر في بناتي. عندي البوليس بليهم جاو عندي البوليس حتى للدار وضغطوا عليا. سلام لقاوني كنت ناعسة وهما اللي فيقوني. طليت يلقى البوليس قال سلام وهما ما قالوش لي، قالوا لي اجي تشوفي. راه لقينا واحد السيد ميت، بغينا تمشي تعرفي عليه الجثه. لا الحاجه ديالتنا في المامور هما اللي غسلوه، هما اللي كانوا معاه. خوه هو اللي كان هو اللي كفنه، والعائله ديالو والسن ديالو اللي غسلوه. هو اللي بلاش اسم ما كاين حتى شي واحد من عائلتي. ما كاين حتى شي واحد من عائلتي إلا عائلتي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى. إذن في هذا الفيديو مجموعة من النقاط التي تكلمت عنها كل منا المحامية والأستاذة مرام وكذلك الأستاذ الصمد السيح الحقوقي مع ضدي تي في، يعني الكل كيعرف ضدي تي في. من النقاط التي تحدثت عنها هو نتائج الخبرة على الهواتف، وقريبا ظهور الحقيقة الكاملة بعد الخبرة التقنية والعلمية على الهواتف. فتمكنوا من الحصول على أكثر من 87 معلومة مفيدة للتحقيق والتي تتطابق مع أقوال الشاهد كليا. الأكيد أن الخبرة التقنية والعلمية مع الشهادة ديال الشاهد والتسجيلات الصوتية التي تحصلت عليها ابتسام من خلال المحادثة ديالها مع الأم ديالها، وكذلك التوقعات الجغرافية للهواتف ديال المتورطين اللي هما وصل العدد ديالهم 25 رقم كان متابعا في هذه القضية. فكل هذه العوامل ستساعد قادة التحقيق بالخروج بلائحة المتورطين والمساهمين والمشاركين والمساندين والمتسترين. كذلك قاموا بإضافة بعض المعلومات ربما قليلة جدا نظرا لسرية البحث، مثل ماذا؟ مثل تغيير، قالوا بأن الشريحة ديال الهاتف ديال المرحوم الله يرحمه ويوسع عليه تغيرت الشريحة ديال الهاتف ديالو على الساعة 12 ليلا، أي قبل ساعات من الموت المفترض للمرحوم. وداروا لاكارت ديالو في واحد تليفون اخر اللي تليفون عادي، وعملوا به واحد الاتصال. طبعا هذه بين الهدف ديالها هو تضليل العدالة. وكذلك حسب التوقعات الجغرافية للهاتف ديال المرحوم، فأكدوا أنه المرحوم تواجد في 3 مواقع ليلة الحادثة، يعني غالبا الرباط وسلا وقرية أولاد موسى. طبعا نقطة مهمة أخرى أود أن أتكلم عنها هو ظهور بعض الأشخاص رواد في مواقع التواصل الاجتماعي اللي كيدسوا بعض المغالطات في وسائل التواصل الاجتماعي للرأي العام، والهدف ديالهم هو تغليط الرأي العام وتأثير على مجرى العدالة. من بينهم الشخص اليوتيوبر المشهور في أمريكا، وكذلك اللي كلنا كنعرفوا التاريخ ديالو، وكذلك الشخص اللي موجود في قلعة السرغنة صاحب البراكة الحمراء. أقول لهم قل خيرا أو اصمت. طبيعة الحال هاد الناس هادو بقاو كيهضروا على المرحوم بواحد الطريقة غير أخلاقية، نساو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اذكروا أمواتكم بالخير. والله يهدي الجميع، والله يرحم جميع أرواح المسلمين، وكذلك الله يرحم سي نور الدين العطور الله يرحمه والله يولي برحمة الله.
كذلك سوف يتم أستاذ زين بالخيار يتأكد أنه سيتم استدعاء المسؤولين على المعاينة الحادث للاحظوا فيها على مجموعة من الاختلالات، وكذلك الدكتورة المسؤولة على المعاينة. كذلك هناك مجموعة أكدت أن هناك مجموعة من الاختلالات التي يعرفها الملف. فمثلا حادثة وقعت في مكان تابع للدرك الملكي، لكن محضر المعاينة قاموا بعناصر من الأمن، بالإضافة إلى تسريع مراسم الدفن ومجموعة من النقاط. والكل شاف الصورة ديال المرحوم الله يرحمه كيف كان ذلك الحادث مصطنعا. إذن متابعي الكرام، أشكركم على حسن المتابعة. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء. لا تبخلوا علينا بالاشتراك ولايك وكومنتير، ذلك